المجلس كاين ديال الفلاحه ديال مبادره التنميه البشريه لابد من تشكيل خط واحد عملي باش يكون عندنا تدخل في اطار تكاملي، وبالتالي اننا نقدروا نجاوبوا على اغلب المتطلبات ديال المواطنين، على اعتبار ان الطرق هي شريط الاقتصاد، خصوصا بالنسبه للمناطق اللي هي جبليه ومناطق قرى. اعاده الاشتغال ديال كذلك فيما يخص القضيه ديال التوجه كنشكر جميع المتدخلين على رأس المدير ديال رئيس الجماعه في لجنه السلطه المصالح التنمويه. كاين عندنا تدخل فعال وسريع جدا فيما يخص المناطق اللي كتعرف تسعى التوجه. ما بقيناش كنتسناو واحد الاسبوع 13 يوم مباشره بعد تسعى التوجه تدخل، سواء في المستوى الوسيطه في الجرافات او استعمال الملح لاعاده الاشتغال ديال الطاقه. كتبقى واحد النقطه مهمه جدا فيما يخص التخطيط الاستراتيجي ديال هذه الطرق. كنعرف بان كاين خطط ديال الدوله، خطط استراتيجيه المنجزه والمشاريع اللي هي في طور انجاز المشاريع المدرجه. بالنسبه للمشاريع المنجزه فقد تم انجاز 129.2 طرق مصنفه وغير مصنفه، اضافه الى 37 منشاه فنيه، واحد كلفه ماليه لغايه 2 مليار و162 مليون درهم. بالنسبه للمشاريع اللي هي في طور انجاز كتهم 70 كيلومتر من الطرق المصنفه وغير مصنفه، اضافه الى اعاده او صناديق الدوله او شركاء او حتى استعمال القطاع الخاص في اطار مشاريع استثماريه. بطبيعه الحال الهدف هو ان تبع هذا المنطق اشتغل يعني الفريق مع الساده المستشارين والمؤسسات واحد المحطات اللي يعني استغرقت تقريبا واحد 10 ديال المحطات يعني اللي مشي اللي هو بشكل مشكور في اجتماعات لقاءات